انت واقف على رجل واحدة، مفروض تفضل ثابت 10 ثواني بس. بعد ثانيتين رجلك بتبدأ ترجف، مش من التعب، مش من البرد. الإجابة الحقيقية أغرب من كده بكتير. جسمك مش بيرتجف عشان هو ضعيف، جسمك بيرتجف عشان بيحاول يحل مشكلة معقدة في نفس اللحظة من غير ما يستأذنك. كل عضلة عندك مكونة من آلاف الألياف الصغيرة. لما تقف على رجل واحدة مخك مش بيبعت أمر واحد اسمه اثبت، مخك بيبعت آلاف الأوامر الدقيقة. كل جزء من الثانية بيحسب زاوية كحلك ووزن جسمك واتجاه الجاذبية. الاسم العلمي للظاهرة دي هو الرعشة الفسيولوجية. هي موجودة عندك طول الوقت بس مخفية لما تقف بقدمين. لما تقلل نقاط الاتصال بالأرض لنقطة واحدة، الرعشة اللي كانت مخفية بتظهر. يعني الرجفة مش عطل. الرجفة دليل إن نظام التوازن عندك شغال. ليه أصلاً محتاجين نظام بهذه التعقيد؟ الباحث دانيال ليبرمان أستاذ التطور البيولوجي في هارفارد وضح إن الوقوف على رجلين مش وضع طبيعي ولا سهل، هو أصعب طريقة ممكنة تستقر بها على الأرض. أجدادك الأوائل اضطروا يستبدلوا الأمان بالكفاءة عشان إيديهم تبقى حرة يحملوا طعام وأدوات وأطفال. التطور قبل الصفقة، رغم إن التوازن بقى أصعب بكتير. وهنا المفاجأة العكسية، أنت بترجف أكتر لما تركز أكتر. لما تحاول تتحكم بشكل واعي في عضلة كانت بتتحكم فيها أنظمة تلقائية أسرع من وعيك، أنت فعلياً بتبطئها وبتزود الرجفة بدل ما تقللها. اليوجا من آلاف السنين فهمت الفكرة دي بشكل حدسي. الوضعيات على رجل واحدة مش صدفة، هي تدريب مباشر لنظام التوازن، بيخلي الدايرة بين مخك وعضلاتك أسرع وأدق مع كل تكرار. إحنا بنعيش في عالم بيشيل عنا كل تحدي توازن. كراسي مريحة، أرضيات مستوية، عربيات بتوصلنا لأي مكان. جسمك اللي تصمم على مدار ملايين السنين عشان يتحدى الجاذبية باستمرار بقى نادراً ما يستخدم النظام ده. المرة الجاية اللي هتقف فيها على رجل واحدة وتحس برجلك بترجف، افتكر إنك مش بتشوف ضعف، أنت بتشوف نظام معقد جداً اتبنى على مدار ملايين السنين، بيحسب الجاذبية في الزمن الحقيقي من غير استئذانك. الرجفة اللي كنت فاكرها علامة ضعف هي في الحقيقة أوضح دليل على إن جسمك مازال حي ومتيقظ وبيحسب.